السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. أول خبر معانا النهاردة: المدير الفني للمنتخب الوطني بقيادة العميد حسام حسن بيستقر على ثلاثي حراسة المرمى في قائمة معسكر مارس بالإمارات. استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن على أسماء الحراس الثلاثة لمعسكر منتخب مصر المقبل بالإمارات، وقرر العميد ضم ثلاثي حراسة المرمى: مصطفى شوبير حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، محمد عواد حارس مرمى الزمالك للمعسكر المقبل. الخبر التاني معانا النهارده: ترتيب هداف الدوري المصري بعد مباراة بيراميدز وفاركو. المركز الأول حسام أشرف لاعب بلدية المحلة برصيد 9 أهداف. المركز الثاني أحمد بالحاج لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 8 أهداف. مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 8 أهداف. المركز الرابع مصطفى زيكو لاعب نادي زد برصيد 7 أهداف. المركز الخامس فادي فريد لاعب نادي سموحة برصيد 5 أهداف. المركز السادس محمد سالم لاعب المقاولون العرب برصيد 5 أهداف. المستبعدين من قائمة الأهلي في نهائي الكاس ضد الزمالك: استبعد المدير الفني السويسري مارسيل كولر كل من محمد الشناوي، وسام أبو علي، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، كريستو، وكريم الدبيس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.